أسبوع كده ونبدأ نسمع رمضان جري، رمضان خلص بسرعة، هنقضيها أي حاجة النهاردة عشان نازلين بعد الفطار. ويبدأ آخر 10 أيام في الشهر الكريم. الفطار أي حاجة، والرجالة والولاد في صلاة التراويح والتهجد، والستات والبنات كل يوم ينزلوا عشان حاجة شكل، مرة عشان لبس العيد. وده من أهم مظاهر الاحتفال بعيد الفطر أو العيد الصغير زي ما بنقول، اللبس الجديد. ورغم إن غالبيتنا عارف كويس إن آخر 10 أيام في رمضان بيبقوا زحمة جدا في وسط البلد والمولات وأماكن شراء الملابس، إلا إننا بنقول هي هتيجي علينا وبرضه نستنى للآخر وبننزل. تحس إن ده من الطقوس المقدسة، لو اشترينا اللبس بدري هنحس مختلف. أفتكر زمان كنا ليلة الوقفة بنروح مطلعين طقم العيد وحاطينه على السرير بحرص شديد، ونقعد نتفرج عليه لحد ما ننام جنبه، ونصحى بدري قوي على صوت تكبيرات العيد مسموعة في كل حتة من كل مسجد وبصوت جماعي جميل، ونقعد نردد معاهم لحد ما بابا يصحى وناخد الشاور ونروح نصلي. لبس العيد وحكايته بدأت مع الدولة العباسية. كانت الدولة بتوزع لبس جديد على موظفين الدولة اللي هيمشوا مع الخليفة تاني يوم الصبح في موكبهم وهم رايحين يصلوا صلاة العيد. بعديها الفاطميين اهتموا بالموضوع ده بشكل مجتمعي أكتر، وبقوا يوزعوا لبس العيد على الأطفال الصغيرة عشان يفرحوهم ببهجة العيد وقدومه. ومن هنا تطورت وفضلت العادة دي مستمرة، وبقى اللبس المظاهر الأساسية للعيد الصغير أو عيد الفطر عندنا. الحلقة الجاية هنكمل مظاهر قدوم العيد والاحتفال بيه في مصر. كل سنة وانتم طيبين.